السلام عليكم الغزالات، لاباس عليكم؟ بخير؟ كي مع الصحه بخير؟ كي مع اجواء تحضيرات رمضان؟ فين وصلتوا بالحلويات؟ اليوم ان شاء الله غنديروا فقاس بريستيج، يعني كيجي ساهل وبنين وكيجي هماوي وعاطل العين. في المقادير كنحتاجوا الكركاع، تقريبا شي 200 غرام تاع الكركاع، يعني ماشي كميه كبيره. 200 غرام تاع اللوز. هنا تقريبا زلافه صغيره تاع التمر، زلافه صغيره تاع المشماش مقطع بشكل طولي. عندنا كاس تاع سنيده، كاس لارب تاع الزيت، نص كاس تاع الحليب. هنا عندنا 4 كاس نتاع المزهر و4 كاس نتاع الزبده مذوبه. كنحتاجو 3 ديال البيضات، واحد شويه نتاع سكنجبير وشويه د القرفه كيعطيو واحد المذاق روعه، وساشي نتاع الخماره نتاع الحلوه حمراء. والفرص تقريبا خدات لي شي 750 غرام، بين 700 حتى 800 غرام، يعني كل واحد على حسب البيض اللي عنده. اول حاجه كنشدو البيض كنهرسوه، يعني الطريقه العاديه المعتمده. يعني ملي كيكون عندنا شي فرتوته كنهزوها بفرتوته واحده اخرى د البيض. كنهرسوا البيض كامل، 3 د البيضات كبارين. الا كانوا صغار نديروا 4، المهم هادو عندي كبار. كنضربوا داك البيض مزيان، كنخلطوه مزيان. كنضيفوا عليه كاس تاع سنيده، كنخلطوه مزيان مزيان مزيان. اهم حاجه في الحلوه هي ان العناصر كلها تجانس مع بعضها. كندير واحد رشيشه د الملح، كنخلطوا مزيان البيض مع سنيده. كنضيفوا الزيت، كنضيفوا الزبده. يمكن اللي بغى يدير كلشي في خلاط الكهربائي ويخلط كلشي، هذه طريقه مزيانه وسريعه. كنضيفوا الحليب، ومن بعد كنضيفوا المزهر. ثاني كنضيفوا واحد الردقه نتاع القرفه، واحد الردقه نتاع السكنجبير. عرفتي واحد المذاق كيجي روعه روعه روعه. يعني عرفتي الريحه نتاع الدار محدو كيطيب، عرفتي واحد الريحه كتشهي. بقينا كنتسناو فوقاش تجي المغرب باش ندوقوه، يعني كيجي روعه. صافي من بعد كنضيف الفرص، يعني فرص نتاع الحلويات. كنضيفو هكا كميه في الاول، كنضيفو مع الساشي نتاع الخماره، يعني الساشي فيه 800 غرام. صافي كنخلطو هكا بشويه بشويه، يعني كنضيفو الدقيق بالتدريج. صافي غنحيد الفويه، غادي نخدم بيديا. صافي كنجمع هكا المكونات كامله. اهم حاجه ان نضيفو الدقيق بشويه بشويه. صافي غادي نجمعو كامل. العجينه كتكون مرخوفه، ماشي قاصحه وماشي جاريه باش ما يهبطناش الفقاس في الفران. يعني تقريبا انا قلت لكم راه 750 غرام هكا طاحت لي في الدقيق اللي خدمت. درت كيلو عاد وزنت في التالي. كنقسم الكميه على جوج. هنا من الاحسن كنت ديروا على 3، لاننا في التالي شويه تعدت في انني فاش نحطو في اللاطه. انا قسمته غير على جوج، ولكن هاد الكميه من الاحسن تقسم على 3. هنا كناخذ واحد جوج بلاستيكات، كنضيفوا الكميه الاولانيه كنحطوها وكنطلقوها مزيان. يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، يعني بين وبين، تقريبا هكا واحد نصف سنتيم. يعني باش من نديروا نستفوا هكا الفواكه الجافه ما تقطعناش ونيت ما تجيناش غليظه هكا في الوسط، يعني باش تجي حبه حدا اختها. كنديروا على شكل طولي، ها هو السمك. صافي غادي نبقى نستف دابا الفواكه الجافه. اول بعدا في الاول كناخذ واحد البيضه كنقسمها هكا على جوج. كندير البيض بوحديتو وصفر البيض. صفر البيض باش غادي ندهن في التالي الفقاس ديالنا، والبياض البيض غادي ندهن الداخل ديالو، يعني باش ديك الفواكه كتثبت، يعني ما كتهربش هكا في التقطاع. كندهنو مزيان بياض البيض. ومن الاحسن نديرو بياض البيض، ما نديروش صفر البيض، لان فاش كيطيب الفقاس كيعطي داك اللون مارو شويه بالفقاس، يعني كيجي المنظر ما زوينش. يعني نديرو غير بياض البيض. صافي كندهنو مزيان. ومن بعد كنستفوا هكا الفواكه الجافه، كنديروا الكركاع، نديروا اللوز، نديروا المشماش، نديروا التمر، نديروا الزبيب. بالنسبه اللي بغى يدير غير كاوكاو، يعني كيجي الصراحه كيجي ديك التقطاع ديالو زوين، احسن ما كنديروا الفقاس كلشي دقه وحده. وثاني كلها والاختيار ديالو. المهم واحد كيدير شي حاجه هماويه وكتجي في التقطاع فنه، يعني تتحمرت الوجه هكا كتلاقي المناسبات، ولا لما لا غير حنا بيناتنا، يعني ماشي ضروري تكون شي مناسبه عاد نديروا شي حاجه هماويه. صافي من بعد كنستف هنا التمر، درت الكركاع، درت اللوز، غندير 4 رطفات نتاع التمر. الاحسن التمر يكون شويه شاد راسو، يعني ما يكونش داك الجاري، باش في الفران ما
ما كيتحرقش، كنكونوا نحمروه. ثاني نفس الطريقه كنديروه كالمشماش، وكنمشيو هكا بتستيفه هكا. يعني كنحاول ما امكن ننوعوا هكا دوك الصفوف. هو من بعد ما استفت كامل كنخلي واحد شويه من هنا، من الجهه اللويه الدخلانيه وشويه من الجهه الاولانيه على برا. هذه باش كنجمعوا داك الفواكه في الاول، باش كتسهل علينا اننا نروليو البودان ديالنا. صافي، وكنبقى نلويو هكا بطريقه عاديه بحال كندير لي شنيك، ولا طريقه سهله وبسيطه. وما كياخذش الصراحه اليد لا في التقطاع ولا في التحمار ولا. هو اهم حاجه انه خصو يطيب في الفران على عافيه مهيله متوسطه، مزيان مزيان. يعني ما تكونش العافيه عليه مجهده، ويكون في الوسط، يعني ما يكونش لتحت، ما يكونش ملاصق العافيه. يعني كياخذ واحد المده نتاع ساعه المكانه في الفران، ولكن كل واحد على حسب الفران ديالو. صافي هكا كنبقى نستعن هكا بهذا البلاستيك، وكنقاد الحجم ديالو، يعني باش ما كيجيش هكا طرف تاع صبعاني هكا ولا. يعني كنبقى هكا معاه بشويه بشويه. صافي حتى كنقاد الحجم اللي بغيت، يعني ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ. هكا نفس الطريقه درت حتى البودان الثاني. ضروري تخلي واحد شويه د العجينه، واحد الربع نتاع العجينه ولا قل من ربع، واحد مثلا واحد 4 كتخليهم في التالي، لان باش كتلوي العجينه، يعني باش كيجي الشكل مفيني مزيان. صافي هكا الطريقه كنستعمل بالبلاستيك نفس الطريقه. كنجمع دوك الجناب القنت من هنا ومن هنا باش ما كيطيحوليش الفواكه. صافي غادي نستفهم في اللاطه د الفران. انا باش قلت لكم درتهم كبارين، درتهم على شكل طولي، يعني على شكل القطر ديالو بالقطر نتا. كناخذ هنا شويه القهوه سايره على الذوبان، غندير مع قطره الماء باش ندوب ديك القهوه. كنضيف عليها صفر البيض وكنخلط مزيان، يعني الطريقه المعهوده نتاع نتاع الفقاص. صافي غندهن الوجه كامل، ندهنو كامل بصفر البيض. من الاحسن نديرو غير صفر البيض وقهوه سريعه الذوبان. ملي كنديرو داك البيض كيجي بحال شي بلاستيك، يعني ما كيجيش مزيان. ملي كنديرو بيض البيض عفوا بيض البيض، كنديرو صفر البيض كيجي مزيان. صافي هكا كندهنو كامل. واهم حاجه في هذا الفقاس اننا خصنا ضروري نتقبوه. كناخذ هكا واحد العود تاع الشوا ولا شي ابره ولا شي كوردون. صافي كنتقبوه مزيان يعني باش ما كيتفرقعش، ونيت كنديرو الهواء بين ديك الفواكه الجافه باش يتحركوا، يعني باش ما يتزنتش من الداخل. كنتقبوه هكا مزيان. صافي كنزينو هكا بالشوكه عادي، تزين الفقاس العادي. صافي كنخشيو في الفران، قلت كما قلت لكم على عافيه متوسطه الى مهيله. يعني الفران ما يكونش سخون، كنديرو في العافيه بارده. هو من بعد ما طاب وكيجي محمر من التحت ومن الفوق، ما كيجيش هو منه ما كيطرطق ما كيتفرط ما كينفجر ما والو، يعني كيجي مزيان ما كينفجر كاع شي فيها انفجار. صافي كناخذ هنا واحد الموس يعني جديد، عمري ما استعملته هكا للطياب، اما موس. ومن الاحسن كيعجبني هاد لي كوطون، هادو كيجيو ساهلين. واخا الموس ما كرتاحش فيه بزاف، التقطيعه كيف جات. هذا كيجي زوين، كيجي بحال لالام، كيجي تقطيعه زوينه بزاف. وما فيش الكسور كاع، يعني واحد التفرتات كاع اللي طاحوا ليه، تفرتات صغيورين، يعني ما كيتهرس لك ما والو. ملي كطيبي هكا على المهل. وواحد الحاجه مي تخرجوا من الفران ما ديروش شي طونشون هكا فازكا فوق منه باش ما يضيعش الديكور، يعني غير ديروا غير منديل يابس كيخليوه هكا واحد 4 ساعات. صافي كيكون واجد، ماشي ضروري انه يبات. يعني نصيحه مني ما ديروش شي حاجه فازكه فوق منه باش داك البيض اللي كندهنو من الفوق ما كيضيعش الشكل ديالو. صافي كنبقى حتى كنكملو كامل. هذا هو الشكل، ها هو كيجي داكشي غزال، وما كيضيع منه والو، ما كيتهرس منه والو. صافي كنستو فواحد اللاطه وكندخلو الفران. واحد الحاجه تاني ما كنديروش في الفران من التحت، كنديرو غير من الفوق كيتحمر. وهذا هو الشكل ديالو، يعني من بعد ما كيجي شهوه منه، يعني كيفتح الشهيه. واحد النسمه يا سلام نتاع القرفه وسكنجبير، ونيت مع الكركاع واللوز والمشماش والتمر، يعني كيجي نيت مغدي. هو عن قرب كيجي ديك التستيفات غزاله بين التمر والمشماش والكركاع واللوز. هذا هو الشكل النهائي. شكرا على المتابعه وعلى الدعم ديالكم وعلى التعاليق الجميله. الى فيديو قادم ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد مره اخرى، والى فيديو قادم ان شاء الله.